هيثم 21 سنة قريبا غادي يتزوج. المهنة هيلب ديسك، الراتب 7500 درهم. قرب يتزوج وعنده 21 سنة. اخوان الاراء ديالكم، واش كتبان لكم فكرة ديال انك تزوج عندك 21 سنة فكرة مزيانة ولا لا؟ انا نعطي الراي ديالي، ولكن الراي بطبيعة الحال ما ديوش عليه، كنهضر على راسي. بطبيعة الحال بزاف ديال الناس غيكونوا متفقين بانك تتزوج في 21 سنة مزيانة كفكرة. بالنسبه ليا 21 سنه بزاف، لان الانسان كيتبدل تقريبا كل 5 سنين. الشخصيه ديال هيثم في 21 سنه ما غتكونش هي الشخصيه ديالو في 25 26. وكنشوف بعض الناس، ماشي كلشي، بعض الناس اللي كيتزوجوا بكري تلقوا دغيا من بعد واحد 3 سنين، فقط لان الشخصيه كتبدل والاهداف كتبدل وكلشي كيتبدل، لا من ناحيه البنت لا من ناحيه ديال الدري. ناخذوا بالحيطه والحذر الزواج ديال 21 سنه. كاين اللي كيندم، ما نقول بزاف ديال الناس كيندموا. وسحوا لي في الكومنت الا كان شي واحد تزوج باقي صغير وصدقات ليه القضيه يكتب لنا في الكومنت، ولا ما صدقاتش ليه حتى هو يكتب لنا في الكومنت. نشوفوا الوضعيه، نشوفوا الاسئله ديالو، عاد نشوفوا الوضعيه الماليه. اسئله كتكتبوها الاخوان فرونسي والعربيه كترول القضيه، لان انايا الكتابه خرجت معوجه. كنظن بانه غيبدا من سلام، انا هيثم من كازا، 21 سنه، ساكن من مع الدار. غادي نتزوج من دابا واحد 3 سنين حتى 5 سنين. اوكي 3 سنين 5 سنين، الا زدنا 5 سنين على 21 26 مزيانه. 5 سنين، لنا 5 سنين فكره مزيانه كمشروع نبريباريو ليه، فكره مزيانه. اما تزوج في 21 لا، حتى 3 سنين غتكون عندك 24، نقدر نقول صبر شي شويه. 25 مزيان. طاحت الحال هذا رايي، ما تهجموش عليا انا. عطيو الراي ديالكم وعطيو لارغيومون علاش الراي ديالكم مزيان تزوج بكري. قلنا ساكن مع الدار، تزوج من دابا واحد 5 سنين حتى 3 سنين. كنجمع في الشهر باش نشري الدار. مزيانه هذه الفكره هذه، اي انك تشري الدار قبل ما تتزوج، لان الا ما كانتش عندك الدار غادي تعاني بزاف من ناحيه ديال الكرا، وخاصه المدام الا كانت ما خداماش. ما عرفتش انا المدام ديالو واش خدامه ولا لا. نشوفوا عاوتاني باغي يبدل حتى الخدمه باش يزيد من الصالير. الخدمه ديالو واقيلا القرايه ديالو سيستيم النيتورك انجينيرين، ولكن خدام في هيلب ديسك. يقدر يدير اكثر، خاصو يدير الميركاتو، خاصو يقلب على راسو في المارشي ويشوف شحال يقدر يدير ديال الفلوس. ممكن ان هذا الصالير هذا يطلع في 3 سنين يقدر يوصل حتى ل 10000 درهم الا كان ذكي من الناحيه الماليه وعرف يتعامل وعرف يقلب على الشركات. نشوفوا الوضع المالي ديالو. مجموعه الثروه الصافيه صفر، ما كاين لا اصول، ما كاين لا استثمارات، ما كاين لا ادخار، ما كاين لا ديون. صفر خونا، ما عنده والو. ما عرفتش بالضبط وقتاش خدم. الا كان خدم مؤخرا اتسوكي، لان اول مره خدم، لانه باقي صغير. واخا هكاك 21 ماشي. اما الا كان ديجا خدام راه خاصو يبدا يجمع. نشوفوا المصاريف الثابته ديالو. القرض العقاري كيرا صفر، ساكن مع العائله. فواتير 200 درهم، الانترنت وقيله والتليفون. تامينات او شي حاجه اضافيه صفر. مصاريف التنقل الوقود 500 درهم. قروض زيرو. تسوق البقاله 1000 درهم. ملابس 100 درهم. قاعه الرياضه 200 درهم. اشتراكات نتفليكس داكشي الاخر 200 درهم. اوكي اشياء اخرى مطاعم سينما مقاهي 1000 درهم. مصاريف مجموع المصاريف الثابته 3200 درهم. 3200 درهم غتخلي ليه من 7500 تخلي ليه واحد 4000 200 درهم 300 غتخلي واحد 4300 درهم تقريبا. 4300 درهم كيخبيها في الشهر، فكره مزيانه. اذا من الناحيه الادخاريه عنده قوه ادخاريه بامال عليها مقارنه مع لاج ديالو. 4300 درهم مزيانه، ولكن فين كتمشي؟ انا ما عرفتش شنو كان كيدير قبل. عنده واحد الادخار كيسميه عقارات، اللي جمع فيه 3500 درهم. اوكي 3500 درهم، ولكن ضعيفه جدا. اذا شنو خاصو يدير؟ افضل طريقه بالنسبه ليا هذه هو ان هذوك الفلوس خاصو اولا يجمع فلوس ديال الطوارئ اللي هي تقدر تكون تجيه واحد 2 المليون، واحد 20000 درهم. 4500 4300 الا درنا واحد 4 شهور حتى 5 شهور يقدر يجمع فلوس ديال الطوارئ. اذا خاصو يدخر واحد الفلوس ديال الطوارئ. هذه الاولى. من بعد من يدخر فلوس الطوارئ اللي غتجي من هنا نقولوا 5 شهور الجايه، خاصو يحاول يانفيستي دوك الفلوس. علاش؟ لان لوبجيكتيف ديالو باش يتزوج هو 5 سنين، وما عندوش قدره انه الا بقينا كندخروا ديك 4000 درهم
ما غاديش نقدروا نوصلوا للثمن ديال الدار في الوقت المناسب. اي ملي انا 5 سنين وانت كتحط 4000 درهم، ما غاديش تكون وصلتي لواحد المونطون اللي غادي يخليك انك تشري دار عن طريق الادخار فقط. اذا شنو هو الحل؟ الحل في هذه اللقطه هذه هو الاستثمار. الاستثمار في المغرب، خاصه البورصه ديال المغرب، كتلعب دور ديال ايبارن بوستي. اي الاستثمار كيكون بواحد الطريقه اللي ماشي فولاتيل بحال الميريكان او اوروبا. كاين شركات اللي ستابل كيعطيو توزيع الربحيه، وداك التوزيع الربحيه نقدروا نديروا ليه ري انفست، نعاودوا انفيستيو، وهو كيقدر يوصل لوبجيكتيف ديالو في 5 سنين. راه بارطاجيت معكم الاخوان، كنت انفيستي 5000 درهم تقريبا في مده ديال 4 سنين، وصلت ل 40 مليون تقريبا. 5000 درهم في الشهر. والهدف غادي راه بارطاجيتها في الفيديوهات القدام. الهدف ديالها هو انها نوريكم بان ايبارن بوستي افضل من ليبارن. الا كنت كندخر بوحدي غادي نكون جمعت واحد 20000، واحد 20 مليون بحال هكاك، ولا 10 ولا 15، ولكن حيت كنانفيستي والعوائد ديال الانفيستيسمون كنعاود نانفيستيها، ودوك الفلوس ما كنشوفهمش اصلا كيدوزو دغيا كندوزهم تما، خول لي انني نوصل 40 مليون عن طريق 4 سنين. اذا 4 سنين 4000 درهم 5000 درهم تقدر توصلوا ل 40 مليون. 40 مليون تقدر تخليه انه يشري ابارتمون اقتصاديه ولا على حسب المدينه اللي كيسكن فيها والى اخره. ليبارن بوستي اللي هو الانفستيسمون في البورصه هو افضل طريقه للادخار من اجل الاستثمار. ما كاينش شي طريقه اخرى. بطبيعه الحال من الافضل في هاد 5 سنين هادو خصو يركز على جوج ديال الحوايج، من غير انه ينفيستي في البورصه المغرب. ولا ما كنتيش عارف راه كاين اللينك ديال الدوره خصك تخلص، لانك خصك تاخذ الاكسبيريونس، راه كاينه في صندوق الوصف. من غير هذه ديال البورصه كاين طريقه جوج ديال الحوايج اخرين خصهم يديرهم. الحاجه الاولى هو خاصو يركز على انه ما يبقاش في خدمه ديما، خاصه الا كان الصالير هابط. ديما نيغوسي على راسك، نيغوسي على راسك في الخدمه، ونيغوسي على راسك انك تلقى خدمه اخرى. اي انك كتقلب، خاصه زعما القرايه ديالك كتبين بانك تقدر تشد اكثر من 7500. اذا اولا يقلب عن طريق يدفع السيفيات، واخا هو خدام خاصو يدفع السيفيات. ولا عيط عليه شي واحد يقول لي انا راه ديجا خدام، بغيت 10000 درهم نخرج دابا، انا كنشد 7500 و10000 درهم انا معاكم، بغاو مرحبا، ما بغاوش انت راك ديجا خدام، وانت كتقلب خدام وكتقلب على خدمه. هذه هي افضل طريقه باش ترفع من الصالير ديالك في مده زمنيه صغيره. كنظن الا بقيتي غادي بدرنيتم على الاقل تلقى واحد الخدمه من هنا عام على الاقل ب 10000 درهم. ما لقيتيهاش انت راك خدام وكيطلع الصالير ديالك عن طريق البونص الى اخره. ولكن ما تبقاش اللي خدام في هذا النوع ديال الخدامي وجالس وما كيقلبش، راه كيضيع في القدره ديال الربح المال الاكثر اللي يقدر يدير في المستقبل. الابورتونيتي كوست كتسمى. خاصو يدير هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه خاصو يرجع يقرا شي شويه، لان في المجال ديال السالاريا شكون اللي كيعطيك المؤهلات انك ترفع من المداخل هي القرايه ديالك. بحال دابا هو ديجا خدام هاو ديسك، الا بغى يطلع المانجمنت خاصو يكون عنده واحد السيرتيفيكات في المجال. خسر على راسك شي شويه، دير واحد المونطون اللي تبقى تانفيستي في راسك، قرا. الا لقيتي شي حاجه تقرا اونلاين بفلوس مرحبا، لقيتي شي حاجه تقرا اوفلاين بالفلوس اللي ترجع للجامعه وتقرا بالليل مرحبا. غير هو طلع من ليتيود ديالك، ولكن بروفيسيونيل، ما تمشيش داكشي ديال الفوندامونتال، سير غير البروفيسيونيل. قرا المانجمنت بالليل واحد العامين، تاخذ ديبلوم. الا عندك ديجا سميتو ليسونس تولي تقرا ماستر بالليل في المانجمنت. الا ما عندكش ليسونس تعاود تقرا ليسونس ولا دير شي حاجه. المهم رجع قرا، يا ما اوفلاين وخلص، يا ما اونلاين وخلص، او ما تخلصش وخذ كاع الاكسبيريونس الى اخره. اما باش تعول على 7500 وتزوج بها ودير بها الدار ودير بها كلشي، كتجيني غادي تمرمد بزايد. الراي ديالكم يهمنا الاخوان في الكومنت. الا كنتو في هذه الوضعيه شنو كيبان لكم افضل طريقه يقدر يديرها هيثم، وشنو هما النصائح اللي تقدروا تعطوا لهيثم في هذه الوضعيه؟